السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خياتي في قناتي. قبل ما نبدأ الوصفة نسمو بالرحمن ونصلوا على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم تحلية خفيفة بالجينواز وكريمة بذوق الباناكوتا. إذا أول شيء نديروه هو نحضروا لاصوص نتاع الفريزة اللي نزينوا بها التحلية نتاعنا. إذا أول شيء نديروه نجيبو كسرونة نديرو فيها كاس معمر بالفريزة مع 2 مغارف نتاع سكر مع ربع كاس ماء ونديرو فوق النار حتى تعقد لاصوص تاعنا. نكبضو هذيك الفريزة نهرسوها بالفرشاة نحطوها بجنب. إذا ونجيبو في الإناء تاعنا الغيسيبيون هذا نديرو فيه كاس ونص نتاع شونتيي مع كاس حليب ونضربو كلش مع بعض حتى تختار معانا أو تطلع معانا لا كريم شونتيي. في ذي الأثناء نجيبو وحدة ديسير بذوق الباناكوتا هذا يتباع في الأسواق. إذا نضيفوه لها ونضيفوا لها علبة من الكريم أو الجبن الكريمي الطازج هذا اللي راكم تشوفوني حطيته متواجد أيضا متوفر في الأسواق. إذا ونخلط الخليط كله مع بعض حتى يتجانس معايا. في هذه الأثناء كما راكم تشوفوا جبت الجينواز تاعي اللي كانت بقات لي من التورته اللي خدمتها معكم في القناة. إذا ونجيب كؤوس أو ليفيغين اللي نقدم فيهم وندير طبقة من الجينواز وطبقة من الكريمة اللي راني حضرتها بذوق الباناكوتا. إذا نكمل كاع مع ليفيغين تاوعي ومن فوقيتنا كي نكمل الطبقات ندير طبقة من الفريزة أو لاصوص تاع الفريزة اللي كنت خدمتها. إذا وديفيغين هذو درت لهم بهذه الطريقة والفيغين الأخرين اللي درتهم أيضا درتهم بطريقة مخالفة. يعني طريقة المونتاج نتاع التحلية نتاعك انتي حرة فيه كما تحبي ديريهم وكما تحبي ديري الطبقات. إذا هنا راكم تشوفوا فيا ندير في لاصوص تاع الفريزة بهذه الطريقة. هذو ليفيغين زينتهم بهذا الشكل وليفيغين اللي يبقاو لي نزينهم بشكل آخر كما هنا شوفوا كيفاش درت طبقة من الجينواز ومن بعد طبقة من الفريزة لاصوص فريز هذه ومن بعد طبقة من الكريمة. ونكرر الطبقات ومن الفوق كامل نحط حبة فريز. وهذو ليفيغين كانت كملت لي لاصوص تاع الفريز درت الجينواز ودرت طبقة من الكريمة وحطيت حبة فريز من الفوق. وكانت هذه هي التحلية نتاعي وهذه هي طريقة التزيين كما تشوفوا فيها جاهزة هنايا للتقديم. حطيتها في الثلاجة
بردت شوية، تماسكت، يعني هي ما تتماسكش بزاف، تبقى هكاك شغل شوية سائلة، يعني كريمة خفيفة بزاف. إذا وقدمتها بهذه الطريقة وجات روعة خفيفة ما شاء الله. ننصحكم تجربوها، وخاصة في رمضان هي ما تقهمش. إذا وإذا عجبتكم الوصفة حبيباتي لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. ومع السلامة إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.